أريد أن أزف إليكم حقيقة فائدة جميلة جدا فيما يتعلق بسورة ياسين. إخواننا، فائدة جميلة جدا. أولا طبعا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى قال في حق ياسين: من قرأ ياسين في صدر النهار قضيت حوائجه. إيش معناها صدر النهار؟ يعني في أول النهار. اللي بيقرأها في الصباح، الإنسان لما يقضي حاجته إمتى؟ في الصباح. فمتى قرأت ياسين كنت على يقين أن ربنا سبحانه وتعالى سيقضي حاجتك. وفي الحديث الآخر: ياسين قلب القرآن. ياسين قلب القرآن، وددت أنها في قلب كل مؤمن. ليس هذا الذي كنت أريد أن أقوله. كنت أريد أن أقول قصة سمعتها بواسطة ثقة، التي هي زوجة شيخي وأستاذي في الدكتوراه في جامعة الأزهر الشريف، سيدة كبيرة في السن. حين حدثتنا بهذا يعني كان عمرها فوق 70. تحدثنا عن سورة ياسين. قصة صايرة معاها عملية، مش قيل عن قال، مش عن الصحابة، لا، هذه واقعية حية. ما زال صاحبتها حية ترزق، وهي في مقتبل العمر قالت: صليت على النبي. وهي في مقتبل العمر. طيب جميل. أي والله، أي نعم نعم، بارك الله فيك، جزاه الله خيرا. هذا من السنة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا لا يفترقون إلا عن ذواق. طيب ربنا يبارك فيه، جزاه الله خيرا. صليتم على رسول الله. مين اللي عم يحدثنا بالقصة هذه؟ مش الصحابة. زوجة أستاذي كان عمره فوق وقتها الله يرحمه فوق 70 سنة، وست وقتها زوجته سيدة كبيرة في السن. فحدثتنا الآتي، تقول: وهي كانت شابة صغيرة، نعم، وكانت مخطوبة لشيخي لأستاذي الله يرحمه، نعم، لكن كانت الأمور كلها أمامهم مسودة، والطرق والسبل بيسموها بالمصري معصلجة، يعني الأمور مغلقة، ما فيش الأمور غير مقضية، ما فيش طريق مفتوح قدامهم. وعند 2 أخواتها تخرجوا وعاطلين عن العمل، ما لقوش خدمة، فالدنيا مسودة في وجهها. أنا بعدين أخذ الكرتونة كلها. لا وزع يا حبيبي، شكرا يا حبيبي. طيب هات معلش، لأنه لا يجوز. قال في الصباح شد والعشي لا ترد. في الصباح إيش؟ شو إبراهيم؟ في الصباح شد وفي العشية لا ترد. وفي الصباح شد وفي العشية ما ترد، بس إمتى إذن؟ طيب ماشي، نعم. صليتم على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وهي شابة صغيرة في السن، لكن أبوها أيضا أهل علم. شوفوا فائدة لما الإنسان يربي أولاده على الدين يا أخواننا. أبوها أيضا إمام جامع، وزوجها انخطبت لزوجها أيضا إمام جامع وأستاذ في جامعة الأزهر، وأبوها إمام 5، وأبوها ضرير وزوجها ضرير. لكن أستاذي الذي كان ضرير كان رئيس اللجنة العلمية لترقية الأساتذة في جميع جمهورية مصر العربية. أستاذ دكتور رئيس اللجنة العلمية لترقية، يعني دكتور بعدين يصير محاضر بعدين يصير بروفيسور، فهو المسؤول على هذه اللجنة. شوف الكريم، بس شوف السر وين. هي بنت صغيرة، فالله تعالى ألهمها، قالت: أنا ليش ما نقرأ ياسين؟ صليتوا على الرسول. قالت: ليش ما نقرأش ياسين أنا؟ فصارت مرات الشيخ وهي ما زالت بنت صغيرة، قالت: مسكت ياسين
مسكت ياسين طول النهار، كل ما نشوف روحي فاضية نقرأ ياسين. يعني تقرأها في النهار 20 30 40 مرة ياسين. هذا الكلام بنوجهه لإخوة اللي في الحراسة في الليل، واللي قاعدين في العمل، يعني ما يتطلبش منه، نعم، لا يمنعه من القراءة، لازم يغتنم. فالمهم أخذت تقرأ صوت ياسين. قالت يوم من الأيام وهي مستلقية على سريرها في الصحو كامل الصحو، ما هيش نايمة، في صحو كامل، ما التقي إلا رجل لابس أبيض ذو لحية بيضاء قاعد عند رجليها. قالها أنت بتقري ياسين ليه؟ باللهجة هذه. قلت له ما نقراش ياسين، وما خافتش منه، ما خافتش منه، مش مزعج، ريحته طيبة مريح. اللي دخل عليه قالها أنت بتقري ياسين ليه؟ قلت له ما نقراش ياسين ليه؟ أنا عاطلة عن العمل وزواجي متعثر وأخواتي 2 عاطلين عن الشغل، ليش حتى ما نقراش ياسين؟ قالها يلا توكل على الله خير. تحبي حاجة أخرى؟ شو قال لها؟ تحبي حاجة أخرى؟ تحبيش حاجة أخرى؟ قلت له لا تحبش حتى شيء آخر، ومشي. تقول ما ثماش أسبوع، ما فيش أسبوع أخواتها 2 ولا 1 هو أخوها شكي، لا أخوها متخرج من كليتين، عنده 2 ليسانس، ما لقاش خدمة، نادوه الكليتين خدموه عنده. وهي وزوجها تزوجوا وتيسرت أمورهم، وزوجها وهي وزوجها راحوا إعارة على السعودية، قعدوا 8 سنين وبنول بالشقة، وصار عندهم سيارتين، والأولاد أطباء ودكاترة، ومشيت معاهم وساكنين أحسن سكنة وعايشين أحسن عيشة. هذه حبيت نعطيها لكم بشارة عملية، ما هياش حاجة قيل عن قال، لا، صاحبتها ما زالت حية ترزق، لكن مسكت ياسين. وعند أهل الله الصالحين ورد ياسين 40 مرة. مش لا يجتمعوا في مكان على نية معينة، يقعدوا في مكان يقرأوا 40 مرة ياسين، بالتجربة الحاجة تقضى، بالتجربة. إذا ما عندكش مع من تقعد مع نفسك، كم نحن عم نضيع من الأوقات في الليل والنهار. فإذا سورة ياسين الرسول صادق مصدوق، قال من قرأ ياسين في صدر النهار قضيت حوائجه، لأن هناك ملائكة موكلين بصوت ياسين، فحين تقرأها أنت كثيرا يأتي إليك الملك ويجلس معك، الموكل بسورة ياسين. كما كان ذاك الصحابي يقرأ سورة معينة من الصور، فنزلت عليه سحابة فجفلت منها فرسه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له تلك السكينة تنزلت للقرآن. إذن هذه فائدة اللي عنده موضوع ما مهم، شد في صوت ياسين، وبإذن الله بإذن الله تقضى حاجتك، لأن الرسول ما يكذبش، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكذبش.